الذين شددوا على الأمة أن يخففوا من غلوائهم. لا تشددوا على الناس في قضايا اللباس والطعام والحركات الجبلية هذه. العلماء يسروا فيها من يومهم بفضل الله تبارك وتعالى، يسروا فيها من يومهم. وقلت لكم غير مرة النبي لبس الجبة الرومية، ولبس كسروانيا، ولبس لباس أهل اليمن، ولبس جبة مصرية بعث بها إليه المقوقس. وكل هذه الملبوسات أيها الإخوة ليست من لباس قومه، هي لباس تنتمي إلى أمم وثقافات مختلفة. لم يجد النبي حرجا أن يلبس هذه الملبوسات، تتوفر فيها الشروط الشرعية المعروفة، أن تكون ساترة فقط للعورة، وليس فيها تشبها بخصيصة من خصائص لباس المشركين والكفار. انتبهوا، خصيصة من خصائصهم. واحد يقول لي الكرافتة تلبسها على المنبر يا عدنان، أقول له هذه ليست من خصائص المشركين، هذه لباس عادي. بمعنى إذا رأيت من يلبس، وأنا ألبس كرافتة، إذا رأيت من يلبس كرافتة، هل تعرف أنه بوذي؟ لا تعرف. مسيحي، يهودي، مسلم، لا تعرف. لكن لو رأيت من يلبس لباسا خاصا تقول هذا لباس الربيين، لباس الحمة اليهود، يحرم لباسه لأنه خصيصة دينية لهم، رمز ديني. إذا رأيت من يلبس لباسا تقول أوف هذا بوذي، هذا هو الرداء البوذي، يحرم أن تلبسه لأنه خصيصة دينية. لكن هذا الضابط واضح؟ هذه الضابطة بكل بساطة. فيما عدا ذلك كل هذه ليست من خصائصهم الملية الدينية، لا تميزهم. حتى موضوع الصبغ